شعيب عليه السلام يا إخوان نبي الله، وإرادته ونيته في الذروة، لا أحد يداني الأنبياء في مقاصدهم ونياتهم. ومع ذلك يا إخوان لما ذكر قصده ونيته في دعوة قومه ماذا قال؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. منتهى طاقته واستطاعته يقصد إصلاحهم وهدايتهم، لكنه لم يغفل عن الأمر الأهم والأعظم: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فأسند الأمر إلى من بيده الأمر، والتفت قلبه وتوجه إلى ربه في طلب التوفيق والإعانة منه. ومع ذلك فللتوفيق أسباب لا شك، ولهذا قال عليه توكلت وإليه أنيب. فمن أسبابه التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إليه، والتفات القلب إليه، والإنابة إليه سبحانه وبحمده في طلب هذا الأمر العظيم. ولهذا كان علماء السلف يعنون بهذا الأمر عناية فائقة، وهي طلب التوفيق من الله عز وجل.